طبعا استمعنا إلى قصيدة أحبك، تأليف كلمات للدكتور خالد البوهي، وهو طبيب بشري وفي سهرة الصعبجية، غناء وألحان وأداء وعزف الأستاذ الدكتور وسام شعيب برضو صيدلي، ويهوى الفن واحنا سمعناها. ويمكن عشنا مع الأغنية جميلة. أنا عايز أوصل مع الدكتور وسام. الدكتور خالد كتب، الدكتور وسام خد الكلمات. القصة دي ابتدت ازاي لغاية ما نسمع بقى فؤاد عبد المجيد وأندلسيات الموسيقى العربية، ونشوف بقى ازاي من الكلمات والصداقة الفنية غير الصداقة الطبية وصلت ازاي الكلمات. هو يمكن كتبت حضرتك قلت له ايه؟ لا، هو الدكتور خالد ما قالش، هو يعني القصة أنا اللي قلت. انت اللي أنا لحنت أغاني كتير يمكن قبل قصيدة أحبك أنت. بس هل بتأديها بأداء بحب؟ علشان أنا حبيت القصيدة جدا جدا، حبيتها جدا. الكلمات كتيرة جدا يعني. فإن كنت يوما تريدين عطرا أنا جمرا، أنا عاشق كلمات جامدة. عاشق الفن الحقيقي، الفن الحقيقي، مش الضحك على الناس، مش الجدل اللي بيعرض علينا، مش مجرد كلمات زجلية. واحد عنده كلمات زجلية بدون معنى ممكن تطلع، لكن ده كلمات حقيقية على ما اعتقد. كل كلمة مقصودة. احيانا بلاقي كلمات كتير واشعار كتير، انا ببقى مش قادر احس، مش قادر تقوم عشان تلحق، ومش قادر احط فيها مزيكا. انا فعلا بيقولوا عليها خسارة الكلمات دي خسارة. الحقيقه دكتور خالد، احنا يمكن اصدقاء من زمان، كنا اصدقاء يعني تعرفنا على الفيسبوك. دكتور خالد انا كنت متابع اشعاره كتير جدا لحد ما خلاص يعني استفزيت واتغصت. انا ليه ما لحنش كلام زي ده؟ انت شفت القصيده على الفيسبوك لماذا، ولا لما اتعرفت عليه؟ قصيده الدكتور خالد كلها. دكتور خالد شاعر يعني رائع يعني. انا اعجبت طبعا بدكتور خالد وبشعره، وبعت له رساله على الفيسبوك، قلت له انا في عرضك، انا بلحن ونفسي في قصيده من عندك عشان عايزين نتقابل بقى. كفايه بقى فيسبوك. وكانت البدايه يمكن اللقاء مع دكتور خالد، وكان اللقاء من قد ايه كده؟ 3 4 سنين 5 سنين؟ من سنتين. من سنتين اتقابلتوا بقى في اي مكان في اسكندريه يعني، ولا انا رحت له؟ انا رحت للدكتور خالد. دكتور خالد يطرح له يعني. ربنا يخليك. وكان اللقاء الاول وبدانا. اخترت ايه؟ لماذا ولا حاجه تانية؟ انا قلت له يعني انا مش هختار، قلت له انا مستني منك اي شيء منك وتسمعها بعد كده. انا والحقيقه لو حضرتك سمعت القصيده في البدايه للدكتور خالد، القصيده يمكن اطول من الاغنيه بكتير. فيها يمكن عدد ابيات، في حاجات انت شلت منها حاجات. ده طبيعي يعني، بالرجوع اليه يعني. طبعا اكيد في دايما تنسيق بين الملحن وبين الشاعر. احنا هنختار الابيات المعينه، هنختار نص القصيده 5 ابيات 6 ابيات، على اساس تبقى خفيفه على اذن المستمع. يبقى لازم المستمع المتلقي لازم يكون عنده. حاجات احيانا بيبقى دسم جدا، والاغنيه مطلوب انها تبقى سيمبل وبسيطه وتوصل. هو ده اللي كده. انا سمعت القصيده يعني. ممكن لو بنخاطب الشباب هتروح للشباب، لو بنخاطب الكبار هتروح للكبار، بنخاطب الشعراء هتروح للشعراء، بنخاطب الملحنين هتروح للملحنين. كان هو ده الهدف فعلا. طب قيمت هذه القصيده يا دكتور خالد، يعني حد سمع وقال دي كده التركيبه صح؟ يعني في مراجع طبعا. هنقول مرحله الهواء، مرحله الاحتراف. تمام. احنا بنقول هاويين، ما زلنا نقول مثلا. طبعا. في حد من المسؤولين او حد سمع وقال لا، في التركيبه دي مش مظبوطه او مظبوطه؟ مش كلمات الشعر، لا انا بتكلم على الاغنيه خلاص طلعت وسمعناها. في حد علق عليها؟ والله انا ما شفتش حد قال عليها انها يعني كل اللي بيسمع اللحن بتاعها بيثني على هذا اللحن. والدكتور وسام فعلا يعني ماشي، عمل هرم نفخ فيها من روحي يعني. الله. ده حب. الله يخليك.